كانت قاعدة بتذاكر لولادها وابنها الصغير عامل لهم دوش. الأم قالت لابنها خد ارسم رسمة ولو طلعت حلوة هجيب لك حاجة حلوة، وبدأت تذاكر لاخوات. الأم افتكرت أبو جوزها اللي قاعد في أوضة في جنينة البيت، راحت له بالأكل وادته الدواء ورجعت لولادها. ابنها الصغير خلص الرسمة وراح يوريها لأمه. الأم لقت الرسمة عبارة عن مربعات، ابتسمت وقالت لابنها ايه المربعات دي يا حبيبي؟ الولد قال لها أنا رسمت بيتي لما أكبر، وقعد يشاور على المربعات ويقول دي أوضة النوم ودي السفرة ودي الضيوف ودي للأولاد. الأم شافت مربع بعيد عن المربعات، قالت لابنها وإيه المربع ده؟ قال لها دي أوضتك يا ماما لما تكبري هتبقى بره البيت. الأم بكت وقالت معقول أبعد عن ابني وولاده لما أكبر في السن وانحرم من ضحكهم ولعبهم؟ الأم قالت لولادها قوموا يا ولاد نحضر أوضة الضيوف علشان جده هيجي يقعد معانا. الأولاد قاموا حضروا الأوضة وجريوا على جدهم يجيبوه من بره البيت.